الجزء الثاني من معالجات بكروت شاشه داخليه من اول 1500 جنيه لحد 5000 جنيه. اعملوا لي فولو عشان نفسي اوصل 10000 اخ واخت، ويلا بينا. النهارده معانا من 2000 لحد 3000 جنيه. يا ترى هيجيبوا ايه؟ هنبدا من الاقوى للاقل، واول معالج معانا هو الرايزن 5 3400 جي. المعالج ده بيجي بكارت الفيجا 11 اللي بيساوي الجي تي اكس 750 تي اي، واداء قريب من الجي تي اكس ال 1050 العادي، مش ال تي اي. انزل بطموحاتك يا عم شويه، حرام. مواصفات المعالج نفسه انه بيجي ب 4 كور و8 ثريد و4 ميجا كاش، سرعته العاديه 3.7 جيجا هرتز، وبيوصل ل 4.2 على السبيد بوست. على فكره سرعته تحفه عشان تبقى عارف، وسعره من 2000 ونص لحد 3000 جنيه اقصى حاجه. لو 3200 ما تجيبهوش، وهقول لك ليه في الجزء الثالث. قبل ما نخش على المعالج اللي بعده، خش على جروب الفيسبوك والتليجرام والواتساب عشان بننزل عليهم حصريات مش بتنزل في اي مكان تاني. المعالج اللي بعده هو الرايزن 3 3200 جي اللي بيجي مع الفيجا 8 واللي اقل من الفيجا 11 بفرق حوالي 30%. مواصفات المعالج 4 كور 4 ثريد، وسرعته 3.6 جيجا هرتز، واقصى سرعه ليه 4 جيجا هرتز، ونفس ال 4 ميجا كاش اللي في ال 3400 جي. الحاجات دي طبعا مستعمله، وما تنساش ان اهم حاجه في الاي بي يو ان يبقى 16 جيجا رام قطعتين كمان. بس كده.